السلام عليكم أصدقائي الأعزاء، والنهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا جدا جدا. معظم الناس بتخاف من الأمراض الجلدية، وبتعتقد إن الأمراض الجلدية دي كلها أمراض معدية. فبالتالي لما بتلاقي حد عنده مشكلة مثلا زي البهاء أو الصدفية أو أي مشكلة من الأمراض الجلدية الشائعة، بيبتدي يخاف من المريض دوت، وابتدي تحصل مشكلة لأن هو كده بيزود المشكلة بتاعته نتيجة الانعكاس السلبي للسلوك اللي هو أبداه. فبالتالي احنا عايزين نديكم معلومة مهمة جدا، وهي ان مش كل الأمراض الجلدية معدية. فمثلا لو اتكلمنا عن مرض زي مرض البهاء، بالرغم ان هو منتشر وبالرغم ان المريض بيبقى موجود، الوش بتاعه بيكون فيه صبغة الجلد مختفية ولون الجلد أبيض، وبالتالي بيسبب قلق للي بيشوفه لان هو بيخاف ان تكون حاجة معدية. فبالتالي بيتجنب ان هو يتعامل معاه. لكن مرض البهاء مرض غير معدي بالمرة، ولا يسبب اي نوع من العدوى. هو كل المشكلة ان الخلية مش قادرة تنتج الصبغة لسبب ما، سواء كانت ان الخلية دي ما بتشتغلش كويس، او في مشكلة عندها ان هي تنتج الانزيم المسؤول عن تكوين الصبغة، او اي مشكلة من المشكلات اللي موجودة. لكن في النهاية الصبغة ما بتتكونش في الجلد، ودي ليها دلوقتي اكتر من طريقة علاج، مثلا زي استخدام الليزر او استخدام الكريمات الموضعية او استخدام الفيتامينز وحاجات كتيرة ممكن نستخدمها. لكن مرض البهاء من الامراض اللي احنا دلوقتي كدكاترة ليه أكتر من طريقة علاج. فلو عند حضرتك مريض بهاء، خليه يتواصل معانا أو يبعت لنا في التعليقات أو يبعت رسالة على الخاص، وإن شاء الله تعالى نفيده في الموضوع ده. الحاجة التانية اللي حبينا نعرفكم إن هي مش من الأمراض المعدية هو مرض الصدفية. ومرض الصدفية ده مرض منتشر جدا نتيجة اضطراب في جهاز المناعة، فالخلية بتبتدي إن هي تتكاثر بطريقة أكتر من اللازم، فده بينتج عنه قشور بيضة. ولو شلنا القشرة دي بيبقى فيه نقط دم موجودة. فانت خلي بالك ان مرض الصدفية مرض غير معدي، وممكن ان احنا نعالجه. دلوقتي في حاجة اسمها العلاج البيولوجي اللي بيدي نتائج ممتازة جدا، والهدف ان احنا نسيطر على الخلية اللي بدأت تتكاثر بطريقة مش مظبوطة. برضو نحب نتكلم عن حاجة تانية وهي الإكزيما. والإكزيما برضو مش من الأمراض المعدية، لأن المريض بتاعنا كل المشكلة اللي موجودة بيكون فيه زي اضطراب في المناعة كده، بيخلي الجسم يشوف الحاجات الطبيعية. الأجسام المناعية اللي عندنا بتشوف الحاجات اللي هي مفروض إن احنا بنتعامل معاها يوميا إن هي دي مادة غريبة، بتبتدي تتفاعل معاها. وخصوصا هتلاقي في السيدات اللي بتلبس غويشة من مصنوعة من مادة النيكل، لأن دي بيسبب إكزيما موضعية، وبالتالي بتخلي الجلد بتاعنا يكون دايما في اضطراب، ودايما المريض عايز يكرش، وما بتبقاش حاجة كويسة وبتبقى تضايق المريض، إلى جانب حاجات كتيرة جدا وأمراض كتيرة جدا. تابعونا علشان تستفيدوا معانا. ولو عندك أي تعليق ابعت لنا في التعليقات أو ابعت لنا رسالة على الخاص، وإن شاء الله نفيد حضرتك. ونتمنى إن انتوا تكونوا بتستفيدوا من المعلومات بتاعتنا. يا ريت تشاركوها مع كل أصدقائكم عشان المعلومات دي توصل لأكبر عدد من الأشخاص. والسلام عليكم ورحمة الله.